أذهب إلى دكتورة جيهان الدمرداش. جاهزة يا دكتورة؟ دكتورة ألو، مساء الخير. أيوة، اتفضلي. طبعا أحيي جميع الحضور معنا اليوم، ويعني أشكر أستاذ هوشنج على هذه الرواية التي استمتعت جدا بقراءتها. ويعني الرواية بها العديد من التساؤلات والقضايا، ولكني أثرت أن يعني أتخذ مدخلا يتعلق بالشخصية، ولذلك سأتناول تنامي الشخصية الروائية وتصاعد بنية السرد في رواية كأنني لم أكن للكاتب المبدع هوشنج أوشي. طبعا الرواية يعني تجعل المتلقي يقع في غواية العنوان قبل الشروع في القراءة. فالعنوان كأنني لم أكن عنوان يعبر عن قلق الذات والشك في الكينونة، ويستدعي العديد من التساؤلات حول الذات والوجود والهوية. وأكيد طبعا أن العنوان هو علامة ذات دلالة وبعد إيحائي، وله دور كبير في عملية تأويل النص، وهو يعتبر يعني مفتاح تأويلي أو الجسر الذي يربط بين المتلقي والنص. وكأن الكاتب قد أشفق على المتلقي من هذه الحيرة والغواية التي يمكن أن يقع فيها نتيجة العنوان، فقدم له هذا المفتتح في بداية الرواية، والذي يعني يعتبر كعصا يتكئ عليها القارئ خلال رحلة السرد. ويعني بدأ هذا المفتتح بقوله، سأقرأ اقتباس وهو صفحة 7 من الرواية: سيأتي اليوم الذي أندم فيه على كل الأشياء التي لم أقترفها أكثر من التي اقترفتها. في مشكلة في الإنترنت، الصوت مفتوح. دكتور عادل، لذا علي لحظة دكتور عادل، ممكن لحظة دكتورة من فضلك. نعم. دكتور عادل، اقفل الصوت من فضلك بعد إذنك. نعم. الصوت عندي؟ بعد إذنك اتفضل. علي ارتكاب المزيد حتى يكون هناك توازن أو تعادل. إن اقترفتم الشيء أو لم تقترفوه، في كلتا الحالتين أنتم أبناء الندم الشرعيون، وهو الابن الشرعي للحياة. ربما هذه العصا لم تكن كاشفة لطريق الرحلة، بل ربما هي كانت مدعاة لزيادة الشغف حول تفاصيل هذه الرحلة. نتساءل: ما قضية الندم، ومن وعلى من ولسان من ورد هذا الكلام؟ الرواية طرحت العديد من القضايا وأثارت العديد من التساؤلات التي أظن أنها تستحوذ على عقل المتلقي طوال الرحلة. ونحن لسنا بصدد محاكمة الشخصيات على ما طرحته من أفكار وما قدمته من رؤى، وأتصور أن الرواية تدفع القارئ إلى التفكير والتساؤل ومساءلة الذات واختبارها في كل ما طرحته من قضايا وأفكار. لذا هي بحاجة إلى قارئ حصيف يتفاعل معها ويتلقي أسئلتها. فأتوقع أنها تحتاج إلى نوعية معينة من القراء. لا أقول أنها يعني تخاطب النخبة، ولكن هي تحتاج إلى قارئ لديه من الوعي المعرفي والثقافي ما يؤهله لكي يتفاعل مع هذا النص الزاخم بالعديد من المعارف والأفكار والرؤى والقضايا التي تعمل العقل وتستثيره. سأتناول نمو الشخصية ودوره في تصاعد البناء السردي، وذلك لما لمسته من تطور في وعي الشخصيات ودور ذلك في تصاعد حركة السرد. وإن كانت الرواية تسخر بالعديد من التقنيات التي تكشف عن إمكانات الكاتب وثقافته الواسعة متعددة الروافد ولغتها السلسة ذات الطابع الشعري، وكيف لا وهو يعني الشاعر قبل أن يكون روائي. لذا أخذتنا الرواية بعذوبة الألفاظ ورشاقة الكلمات وانسيابيات العبارة وتدفق وغزارة الفكر، والتي يعني تعد سمات بارزة لقلم هوشنج الروائي.
الشخصية تجسد أنماط الوعي الاجتماعي والثقافي وتعيش قلقها مع العالم ومع ذاتها، وعلاقات الشخصيات مع بعضها البعض تساهم في إبراز البعد الاجتماعي الذي يسعى الكاتب إلى إبرازه. الشخصية المركزية في الرواية هي شخصية هوزان التي شهدت العديد من التحولات على مستوى التكوين النفسي والوعي، جعلها تمر بمراحل عديدة منذ مرحلة الصبا التي بدأت بها الرواية بطرح التساؤل ماذا تفعل هذه النجمة هنا، وحتى نهاية الرواية مع موت البطل هوزان. وهكذا فقد بدأت بالتساؤل الذي يتصاعد مع مستوى الطرح والبحث عن الإجابة مع نمو وعي الشخصية، واستمرت التساؤلات على مدار الرواية، ومن خلال هذه التساؤلات تم تفجير العديد من القضايا التي تتعلق بالذات والوطن والهوية والعقيدة وفلسفة الحياة ورسالتها. منذ السؤال الأول الذي طرحه الابن هوزان على أبيه عندما رأى النجم على باب المنزل لنتساءل معه: هل الآباء والأجداد يبقون مستمرين في الأحفاد؟ لذا كانت سيرة الوالد شالاو حما عبد المقصود بمثابة رحلة عذاب بصحبة الوهم والبحث عن الحرية المفقودة، تلك الرحلة التي بدأت مع غموض السرداب الذي كتب على بابه: أيها الخارج من هنا كن سردابا أعمق واحفظ سر هذا المكان. بدأ البطل هوزان في سرد سيرة الوالد وجعلنا نلهث مع الأحداث، كيف أنه التحق الوالد القروي بالزعيم الكردي مصطفى برزاني، وكيف انتقل إلى إيران للاشتراك في إعلان جمهورية كردستان في مهاباد عام 1946، ثم كيف اتجه مع زعيمه ورفاقه إلى طشقند سنة 1947، ثم عاد إلى العراق بعد تولي عبد الكريم قاسم السلطة في العراق وإصدار العفو عن البرزاني. وكل هذه الصراعات التي يعني استعرضها النص الروائي ببراعة كثيرة حتى أن وصل الأب إلى الاستقرار في دمشق، وخلاصة تجربته كانت بأن ينصح ابنه بالابتعاد عن السياسة والثورات. ثم في النهاية مقتله في دمشق في صراع بين الإخوان ونظام الحكم، في يعني حادثة لم يكن له فيها ناقة ولا جمل. هذه المراحل من تطور وعي شخصية شالاو هي تشكل جزء من وعي شخصية هوزان. هذه المراحل بدأت مع أحداث التي مر بها شالاو الأب منذ أن كان في 16 من عمره، وبدأ بسرد تفاصيل العائلة التي كانت تنتمي إلى جذور صوفية، ثم بدأ الجد الرابع بالانشقاق عن العائلة وصار نقشبنديا، ومن هنا جاءت فكرة التأثر بالزعيم مصطفى البرزاني، وكيف أنه كان إنسانا بسيطا في تكوينه المعرفي وفي شخصيته تغلب عليه حمية الشباب وثورته وفورانه، ولذلك هو تأثر بالخطب الحماسية للزعيم، حتى أنه يعني ذهب للقتال وهو لا يعرف من العدو، فيعني كان يتساءل هذا العدو ويخيله، فكان يرسم له صور عدة، صور شديدة الفظاعة كقنفذ عملاق تخرج من جسده أفاعي تنفس نارا، أو يتخيله وحشا قبيح المنظر ملطخا بالدماء. فبدأ هذا السؤال: أين العدو ومن هو العدو؟ فهو يقاتل لا يعرف من هو العدو، في إشارة إلى استخدام الجماهير كوقود للثورات دون أن يكون لديهم الوعي الكافي بمن العدو. بعد ذلك مع توالي الأحداث بدأت هذه التساؤلات في التراجع: من هو العدو؟ بدأت تتراجع هذه التساؤلات مع صدور التعليمات بالتراجع والانسحاب. هذه كانت مرحلة من مراحل تكوين شخصية الأب شالاو. اختلفت المرحلة بعد انتقاله إلى طشقند، وكانت مثلت مرحلة مفصلية في تكوين شخصية الأب
التي تعرف فيها على الزوجة أولجا وتعلم الروسية، وصار ينجذب إليها انجذاب المريد لشيخه. تعرف على أسرتها واستمع لحكاية الجدة وزوجها، وعرف تفاصيل حكاية حنا يوري روبنسكي، لتبدأ رحلة جديدة في حياة شالاو. وبدأت هذه الرحلة أيضا أخذت شكلا من أشكال تشكلها على متن السفينة التي ذهب بها في رحلته. ومن هنا عرفنا أن ما تم تقديمه كمفتتح عن أن ندم البطل الرئيسي في الحياة كان هو خلاصة تجربة شالاو التي عاشها. في تاشقند تحول شالاو من هذا القروي البسيط صاحب الخبرة المحدودة في الحياة إلى ضابط. التحق بالمعاهد العسكرية، درس الإعدادية والثانوية، وسجل في كلية التاريخ بجامعة تاشقند. تطورت شخصيته، وهذا التطور نتج عنه أنه بدأ يميل للاجتماعات وبدأ ينفصل عن هذه الجماعة التي كان يسير معها سير القطيع. من هنا نعرف أن اكتساب المعارف وتكوين ثقافة الإنسان يساهم في مرحلة جديدة في وعي الشخصية. ولذلك عندما وصلته رسالة من الزعيم الملا مصطفى للعودة إلى الوطن والدفاع عنه مرة أخرى، نلاحظ تغيير في وعي الشخصية وطريقة تعاملها مع المواقف. والدليل على ذلك مشهد الوداع بعد أن قرر الاستجابة لطلبات الزعيم والعودة. ولكن مشهد الوداع الذي ومشاعر الخسران والفقدان التي شعر بها شالاو وهو يودع تاشقند تختلف تماما عن المشاعر التي شعر بها عند انتقاله من مسقط رأسه حاجي عمران إلى مهبات، أو حتى عند انتقاله من مهبات لملاقاة العدو. إذن الفترة التي عاشها شالاو في تاشقند ساهمت في تكوينه النفسي والمعرفي بطريقة كبيرة جدا. رحلة العودة على السفينة أيضا شكلت جزء من هذا التطور النفسي في شخصية البطل شالاو. فالمكان أيضا له تأثير وقدرة على المساهمة في نمو وتطوير الشخصية. ما شهده من صراعات على متن السفينة جعلته يطرح العديد من التساؤلات حول سبب الصراعات، وأن الصراع ليس دائما من أجل تحقيق هدف أسمى، فقد تكون الصراعات رخيصة. كما مشهد الفتاة الروسية التي كانت تتمتع بالصوت العذب أيضا استرجع معها ذكريات الوطن وذكريات الفتاة الضريرة التي رآها في مرحلة الصبا، والتي وصفته بالعمى لنجعلنا نتساءل معه ما مفهوم العمى أو من هو الأعمى. يمكن بداية فكرة العمى ظهرت من هذا الموقف الذي استدعى الفتاة الضريرة التي وصفته بأنه أعمى برغم أنها ضريرة عندما كان يتلصص عليها. أيضا هذا المشهد أثار في نفسه تأملات وسجلات كثيرة حول معنى الوطن والغربة، وتساؤلات عديدة حول مفهوم الوطن بعد الغربة، وكيف يشعر المغترب عند عودته للوطن بالحنين إلى الوطن الجديد. ومن هنا تفجرت قضية أخرى، وهي أن الإنسان يعني عليه ألا يتعصب بمكان معين، وأن القيمة المثلى للوطن أن ينتمي الإنسان لكل مكان. هكذا نما وتغير وعي شالاو عن الوعي الذي بدأ به رحلته وهو في 16 من عمره كصبي متأجج بالحماس. بدأت بعد ذلك يعني يمكن أن تكون كل هذه المشاعر التي اعتملت في لا وعي شالاو هي التي جعلته عندما يعود إلى بيته ويحاول أن يفتح قفل الباب يسمع داخل نفسه هاتف يقول له: أيها الغريب العائد، عد من حيث أتيت، ما عاد البيت بيت. إذن الشعور بالاغتراب شعر به شالاو عند عودته إلى الوطن.
أيضا من المواقف التي تبين مدى التحول والتطور في وعي شخصية شلال هي لقائه مع السائق الكردي والحوار الذي دار بينهما حول أسباب الالتحاق بالمعركة والنضال والثورة، وكان لكل منهما دوافع مختلفة، ولكن في النهاية يعني لم تتحدد الدوافع الحقيقية والوعي الكامل لدى كل منهم. فالمقاتل شرح موقفه يعني من أنه كان أحد المناضلين في الجيش العثماني، وذهب للقتال يعني مجبورا على ذلك. شلاو ذهب يعني راغبا في ذلك، ولكنه لم يعرف ما هو العدو الذي يحاربه، ولذلك نستطيع أن نقول أن الرواية فجرت قضية هامة حول رؤية جديدة للثورات وأثرها النفسية والاجتماعية والسياسية على المجتمعات، وهي رؤية لها خصوصيتها. هكذا يعني نلاحظ هذا التطور في وعي شخصية شلاو، والذي أرى أنه يمثل جزء كبير من تكوين الشخصية المركزية اللي هي شخصية الابن هزام، لأن كل هذه المعارف كونت الخلفية التي بنيت عليها شخصية هزام، الذي اتجه إلى الفن التشكيلي وكان بعيدا عن الثورات كما نصحه والده، أننا نستطيع أن نقول أنه تعامى عما يدور حوله من أحداث محيطة في المجتمع، فكان لا علاقة له بالسياسة وبكل ما يدور حوله، يركز فقط على موهبته الفنية ويحرص على أن يعد لمعرضه الذي يعني كان يعني يخطط أن يتكون من 12 لوحة جدارية مستوحاة من القصائد التي كتبها جده، من القصائد التي كتبها الجد والتي كتبت باللغة الروسية وحرص على ترجمتها إلى العربية والكردية، وكان كل عنوان من عناوين هذه القصيدة يرتبط بالألوان مثل أخضر جحيم، الأزرق اللعين، الأبيض الذليل، الأحمر الميت، وهكذا. للأسف كانت المفاجأة التي أصيب بسببها الجميع بالذهول، وهو يعني استيقاظ هزام على إصابته بالعمى بدون أسباب. حاول أن يراجع الأطباء كثيرا ويعني لم يكتشف السبب، وحتى بعد انتقاله إلى موسكو ولندن لإجراء الفحوصات الطبية أيضا لم يستطع أحد التوصل إلى معرفة السبب، فلا يوجد أي سبب عضوي، وبالتالي جاءت الفكرة أن ربما يكون هذه الإصابة يعني تعود لأسباب نفسية. من هنا بدأت فكرة العلاج النفسي أو التعامل مع الطبيب النفسي. مرحلة الإصابة بالعمى تمثل مرحلة جوهرية ومفصلية في تطور أيضا شخصية هزام، يعني ما حمله من ثقافة الأب ورحلته وخلاصة تجربة الأب كان يمثل مرحلة. الفترة التي تعامى فيها عن التفاعل مع أحداث المجتمع تمثل الفترة وانهماكه في موهبته الفنية وتكوين أسرة وزوجة وأولاد، ثم بعد ذلك مرحلة الإصابة بالعمى اللي هتنقل شخصية هزام إلى شخصية أخرى مغايرة بعد هذه الحادثة التي لم يستطع أن يفسر سببا لها. بدأ هزام في محاولة البحث عن بديل لهذه الموهبة، فبدأ بالبحث عن الكتب الإلكترونية الصوتية، استعان بزوجته في ذلك، وبدأ تحديدا في القراءة عن شعراء وأدباء عميان، وبدأ طه حسين. هنا أثارت هذه المرحلة من الوعي العديد من القضايا تتعلق بكتابات طه حسين عن وخاصة التوقف عند كتاب الفتنة الكبرى، والتوقف أيضا عند كتاب في الشعر الجاهلي، وما أثارته هذه الكتب من قضايا كثير جدا شائكة ومعقدة، يعني كان فيها نوع من الاستفزاز أيضا
عقل وتفكير القارئ المتلقي حول هذه الكتب تحديدا التي تحمل إشكاليات كثيرة والتي ركز عليها البناء السردي للرواية، لأنه توقف تحديدا عند هذه الكتب، ودارت حوارات كثيرة أيضا بينه وبين زوجته التي كانت يعني لم تقرأ طه حسين، ولكن دارت بينهما حوارات كثيرة حول ما أثارته هذه الكتب من قضايا فكرية وأدبية، مما يشعرنا وكأن يعني أصابع الكاتب الخفية بخيوط حريرية تحرك الشخصيات. يعني هذه الكتب وما حملته من قضايا أيضا كانت مرحلة مهمة في مراحل نمو شخصية هوزان. بعد ذلك يعني قرر هوزان أن يعني يتخطى موهبة الإعاقة ويتعامل معها، وبدأ بتعلم طريقة برايل، وأكمل افتتاح معرضه ب11 لوحة ونصف، وخطط لإقامة حفلة للعميان. هنا هتظهر شخصيات ثانوية جانبية، ولكن هذه الشخصيات يعني اختارها الكاتب بعناية، جمعت حفلة العميان، وكان لكل يعني شخصية منها مغزى مهم جدا، بدءا من شخصية العم فاروق الذي كان يعمل برتبة ملازم حرب 67 وفقد إحدى عينيه وأسر من قبل الإسرائيليين، ثم أطلق سراحه يعني يعود إلى الجيش بعين واحدة ووسام شجاعة، ثم شارك في حرب 73 وأيضا أسر مرة ثانية، إلى جانب شخصيات عديدة كشخصية يوسف يعقوب طالب بقسم اللغة العربية الذي ولد أعمى وعاش في ملجأ للأيتام، شخصية أيضا الشاب الذي فقع عينيه لعجزه عن الانتحار، واليهودي داوود جورو ملكي الذي ولد شحيح البصر ودخل طريق الرهبنة، وشخصية جمال عبد الناصر محمود المغربي الذي عمل كفران وتم تسميته هذا الاسم لأنه ولد بعد يعني موت زعيم جمال عبد الناصر، ويعني دور هذه الشخصية أيضا في حياة هذه الأسرة التي كان ينتمي إليها، وزينب المطربة جميلة الصوت التي ولدت عن مياء وديانة وأسماء، ثم شخصية دكتورة فرح سعيد العريسة التي استطاعت أن تتفوق على محنتها في الحياة وتصل إلى أن تكون دكتورة في الفلسفة. مراحل مختلفة شكلت شخصية هوزان وجعلته يتساءل حول من هو الأعمى، ولماذا المجتمعات تتجاهل دائما دور العميان، وماذا لو استطاع أحد العميان أن يصل إلى مناصب مفصلية في الدولة، وهل ستكون الأمور إلى ما آلت عليه أم أن هناك سيكون اختلاف. يعني جزء كبير من تصاعد شخصية هوزان أيضا حدث من خلال لقاءاته مع الطبيب النفسي الطبيب الفيلسوف الدكتور أكرم. من خلال عدة لقاءات اتفق على أن تكون لقاءات حوارية يحاول من خلالها هوزان أن يكتشف نفسه ويكتشف داخله. بدأت الجلسة الأولى الأول من تشرين الثاني حيث يحتفل الجزائريون بثورتهم على الاستعمار الفرنسي. الجلسة الثانية في تشرين الثاني والتي افتتحها الدكتور بقوله غدا ذكرى سقوط جدار برلين، مما جعلني أنا يعني شخصيا كمتلقي أتساءل هل تعمد الدكتور اختيار هذه التواريخ تحديدا لما ترتبط به من أحداث سياسية، أم أن كل تواريخنا وحياتنا ترتبط بأحداث سياسية ونحن نجهل هذه الأحداث؟ أسئلة يعني تستفز الرواية بها عقل القارئ المتلقي. دارت الجلسات الحوارية بين الطبيب و يعني البطل هوزان، وتم فيها مناقشة العديد من القضايا، وأشعر وكأن الطبيب قد سمع تساؤلي حول اختيار هذه التواريخ
محددا وتحديدا، والبدء بهذه الأسئلة والتساؤلات المرتبطة بأحداث تاريخية، فأرى أنه قد أجاب على ذلك بقوله أنه دائما لا يركز على المركز، وإنما ينظر إلى الهامش ويبدأ بقضية بعيدة ثم يدخل منها إلى الحوار النفسي. حوارات كثيرة حول قضايا تخص المجتمع والقطيع والاستقلالية والثورات والأوطان والعشق، قضايا كثيرة دارت بين الطبيب الفيلسوف وبين الفيلسوف الأعمى الذي اكتشف جانبا جديدا من شخصيته بعد أن فقد هذه الحاسة المهمة. وأيضا في صوت أيضا سنلاحظ هنا يعني إشارة إلى أن يعني هناك العديد من الأمراض التي يقف الطب أمامها عاجزا، سواء كان طب عضوي أو طب نفسي. بعد أن فشل الطبيب في علاج هذان، انتقلت بنا الأحداث إلى استعادة هذه الحاسة مرة أخرى، فعادت لديه حاسة البصر، وبعدها فقد حاسة السمع. هذه التحولات التي جاءت في شخصية هزام تمثل مراحل انتقالية في نمو هذه الشخصية. بعد أن أستاذة حرة، يا ريت كله يغلق الصوت لو سمحت، إلا المتحدث فقط. نسيمة من فضلك. تمام. احنا لتنتهي الرواية بنا إلى نفس المصير، نفس المصير الذي حدث للأب في السابق، بأن يموت في حادث في فرنسا ليس له علاقة به، وبمعنى أن القدر يعيد نفسه مرة أخرى، لنعرف لنجد نفسنا في النهاية نتساءل، أو أنا متلقي مرة أخرى يعني أدع كل المداخل النقدية جانبا لأسأل نفسي هل أشعر بالندم تجاه ما اقترفت؟ وماذا لو لم أكن اقترفت ما اقترفت؟ وهل كان سيختلف الأمر أم أن النتيجة واحدة، وأن الأقدار يعني واحدة لا ترحم من شارك أو من تخاذل؟ الحقيقة الرواية يعني كما قلت تحتاج إلى قارئ يعني بمستوى معين من الوعي المعرفي والثقافي، تطرح كثير من القضايا الفكرية والفلسفية بمستوى عالي جدا، وأهم ما فيها أنها يعني تأخذ المتلقي معها في كل مراحلها لأن يتساءل ويسأل نفسه حول كل هذه القضايا ويحاول أن يتفاعل معها. يمكن أن يقبل وجهات النظر التي جاءت على لسان الشخصيات، يمكن أن يرفضها، ولكن بالفعل يعني حققت مآبها في أنها أثارت عقل ووعي المتلقي من خلال ما أثارته من قضايا كثيرة. ويعني أشكركم جميعا وأسف إني أطلت. أنا كنت دكتورة من فضلك هديلك دقيقتين بس تجاوب على السؤال بتاعي. سؤالي بيقول: هل تباينت الشخصيات الرئيسة والمساعدة أم أن الشخوص المساعدة كانت انعكاس أصغر لفكرة الكاتب، فانطبعت جميع الشخوص بذات الفكرة والفلسفة التي حملها الكاتب للسردية؟ بمعنى أن كل شخوص الرواية الرئيسة والمساعدة هل كلها كانت تحمل ذات الانطباع وذات الفلسفة، أم كان في هذه الرواية تباين بين شخوص الرواية الرئيسة والمساعدة؟ هو يعني الشخصيات سواء المركزية في الرواية أو حتى الشخصيات الثانوية خدمت نفس الفكرة التي تطرحها الرواية. لذلك يعني أنا قلت أثناء كلامي إن شعرت وكأن يعني الكاتب يد أو أصابع الكاتب خلف الشخصيات تحركها بما يحمله من فكر وثقافة وآراء.
فيعني أشعر بأن حتى كل الشخصيات سواء كانت هامشية أو مركزية كانت لديها هذا الوعي الثقافي والفكري وهذا الطابع الفلسفي في الحديث والتحاور والكلام، كانت كلها على نفس هذه الدرجة من الوعي. يعني لم يكن بينها هذا التفاوت